ازاي استخدم الاكريتين عشان اخد منه احسن نتيجه من غير ما يحرق لي بشرتي؟ ودي الحلقه الثانيه من اسالي دكتور نرمين سيزون 2. الاكريتين هو كريم فيه ماده التريتينوين، والتريتينوين هو مشتق من مشتقات فيتامين الف. اقدر استخدمه عشان اعالج الحبوب، اثار الحبوب، التصبغات، وكمان الخطوط الرفيعه. ولكن لو استخدمتيه بطريقه مش مظبوطه هيحصل لك منه حروق صعبه جدا جدا ومش هتقدري تعالجيها بسهوله. طب ازاي تستخدمي الاكريتين صح؟ اول حاجه الاكريتين لازم يتحط بالليل مش الصبح. تاني حاجه الاكريتين بيتحط على بشره جافه تماما. بتغسلي بشرتك، تستني ربع ساعه لغايه ما بشرتك تبقى جافه تماما وتحطي الاكريتين. بعد كده بتستني من ربع ساعه لنص ساعه ماكسيموم، وبعد كده بتغسلي وبعدين تحطي مرطب. لو بشرتك حساسه جدا بتحطي مرطب قبله ومرطب بعده، وبنسمي الطريقه دي ساندويتش تكنيك. كمان السان سكرين معاكي على طول في شنطتك. الصبح بتجدديه كل ساعتين، ولو احنا في الصيف والجو حر قوي كل ساعه ونص بنجدده. الاكريتين علشان تاخدي منه نتيجه كويسه ما ينفعش تحطي كميه كبيره منه وتقولي انا كده هاخد نتيجه حلوه. لا، انت بتحطي قد حبه البسله بس على وشك كله، وبتبعدي عن الاماكن اللي هقولك عليها دي، حوالين الانف حوالين الانف حوالين العين، لان دي مناطق حساسه ما ينفعش استخدم عليها الاكريتين خالص. الاكريتين موجود في السوق بشكلين، اكريتين ربع واكريتين نص. انا عن نفسي مش بحبه نص خالص، خصوصا لو انت لسه مبتدئه. يعني تكوني على الاقل استخدمتي اكريتين سنه عشان تقدري تطلعي على اكريتين النص. هتستخدميه من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع بالطريقه اللي قلت لك عليها، اللي هو طبعا اكريتين ربع. وبعد كده لو حابه ان انت تزودي التركيز اوكي مفيش اي مشكله، ولكن الاكريتين ما بيستخدمش اكتر من ثلاث مرات في الاسبوع عشان تلاقي منه نتيجه حلوه بدون اي سايد افكت. جبهتي مليانه حبوب ورحت جبت لها سيرم ساليسيليك اسيد غالي جدا وبرده ما عملش معاها اي نتيجه. ودي الحلقه الثالثه من سلسله اسالي دكتور نرمين السيزون الثاني. الحبوب اللي على الجبهه لو هي ما بتستجيبش لادويه حب الشباب فدي حبوب فطريه. الحبوب الفطريه دي بتبقى بسبب فطر اسمه الملاسيزيا فوليكولايتس، والفطر ده بيبقى موجود بسبب الحر، العرق، الرطوبه. استخدمتي منتجات فيها دهون عاليه او زيوت عاليه، واللي مش كتير عارفينه ان انت ممكن تظهر لك بعد استخدام كورس مضاد حيوي، او لو انت بتاخدي مضاد حيوي لمده طويله بيظهر لك برده. طب تفرقيها ازاي ما بينهم وبين حب الشباب؟ اول حاجه هي بتكون نفس الحجم، بتكون لونها احمر، بتكون فيها هرش، وما بيكونش فيها ماده صديد تقدري تفتحيها مثلا زي الرؤوس البيضاء او السوداء اللي موجوده في الاكني. طب تعالجيها ازاي؟ اول حاجه هتبعدي عن الاسباب اللي بتسبب انها تظهر لك الاول. يعني لو انت بتاخدي مضادات حيويه مجرد ما انت هتوقفيها هتلاقي الموضوع ده راح. لو انت بتستخدمي منتجات تقيله او فيها زيوت لازم توقفيها تماما. ثالث حاجه اول ما تحسي ان بشرتك بتعرق في الصيف تغسلي وشك كويس جدا حتى لو على الاقل بالميه، علشان العرق الكتير بيخلي نمو الفطر دوت يكون زياده. في عندك قشره فطريه في شعرك او قشره دهنيه في شعرك بنسبه كبيره جدا بتنزل على الجبهه وبتطلع لك المشكله دي. وطبعا العلاج الاساسي في الموضوع كله ان انت تستخدمي ماده مضاده للفطريات. زي ايه؟ زي ماده الكيتوكونازول اللي بتبقى موجوده في شامبوهات القشره. هتستخدميها على الجبهه 5 دقائق بس 3 مرات في الاسبوع كماسك، وبعدين تغسلي وتحطي المرطب بتاعك. بعد 3 او رابع استخدام هتلاقي الدنيا بقت كويسه جدا معاكي والحبوب الفطريه راحت. انا الحته دي عندي كلها مليانه حبوب كبيره وملتهبه وبتوجعني لدرجه ان انا مش بقدر انام على جنبي ولا حتى اغسل وشي. خلاص انا زهقت منها جدا وقررت ان انا اخد نتلوك. ودي الحلقه الاولى من سلسله اسالي دكتور نرمين سيزون 2. لو انت عندك المشكله دي مش الحل ابدا ان انت تجري على دكتور الجلديه عشان يكتب لك نتلوك. الحل ان انت تروحي الاول لدكتور النساء علشان هيطلب منك شويه تحاليل وهيعمل لك شويه فحوصات عشان يشوف السبب ايه، لان الحبوب في المنطقه دي بيبقى سببها هرموني، خصوصا لما بتكون كبيره جدا ومتكتله في المنطقه دي. لو انت ما حلتيش السبب الاساسي بتاع الحبوب اللي هو المشكله الهرمونيه عمر النتلوك ما هيعمل معاكي نتيجه، بالعكس هتاخديه مره واثنين وثلاثه والحبوب هترجع لك تاني، ويمكن اصعب من الاول لان السبب لسه موجود. الحل ان انت تمشي مع الاثنين بالتوازي، دكتور النساء الاول مع العلاج وبعد كده تروحي لدكتور الجلديه. باي ذا واي ان انت لما تبداي تاخدي العلاج بتاع دكتور النساء هتلاقي ان المشكله بدات تقل عندك، فلما تروحي لدكتور الجلديه مش لازم في اول حاجه يكتبها لك النتلوك، ممكن يكتب لك حاجات موضوعيه ووقتها تلاقي منها ريزلت كويسه. وممكن برده تكون انت واصله لمرحله صعبه فيقول لك لا خدي نتلوك بس وانت بتتعالجي. فالاثنين مع بعض هيخليكي ان انت تاخدي كورس النتلوك، واول ما توقفيه وانت ماشيه مع علاجك تلاقي المشكله بدات تروح منك.